رمضان أو مجموعة مغاربة من أجل المجاهرة بالإفطار في رمضان ينضم إلينا من الرباط المغرب. سيد نجيب مساء الخير. مساء الخير. سيدي، هل لك أن توضح هذه الدعوة ومن معك من هذه المجموعة؟ يعني بالضبط ماذا تريدون؟ أولا أنا سأصحح لك مجموعة من المغالطات وردت في تقديمك. المجموعة تدعو إلى الحق في الإفطار ليس للمسلمين بل لمن لا يؤمن بعقيدة الصيام، لأن في المغرب ليس هناك اعتراف بالأقليات غير الأقلية اليهودية. في المغرب هناك أقليات أخرى، هناك الأقلية المسيحية المغربية، هناك الأقلية البهائية المغربية، وهناك اللادينيين المغاربة. يعني أصلا مسألة التقديم كانت بها مغالطة. يعني أنت لا نشكك في عقيدة الصيام للمسلمين. المسلم واجب عليه الصيام، هذا شيء عادي جدا لأنه ركن من أركان الإسلام. نحن عندما نطالب فنطالب بمطلب حقوقي في حق ممارسة العقيدة، لأن ممارسة العقيدة لا تخضع لمنطق احترام المشاعر، وإلا ستصبح كل أغلبية ذات دين غالبي في مجتمع ما تضطهد الأقلية بدعوى أن لا تحترم مشاعرها. مثلا في الهند، يعني كم من أقلية دينية موجودة في الهند، لو كل مجموعة دينية قالت أن هذا الدين لا يناسبني ويجرح مشاعري ستتم المضايقة عليه. يعني أنا في نظري أن العملية لا تخضع إلى منطق الاحترام. الاحترام هو شيء آخر. الاحترام هو أن تسمح لي بممارسة عقيدتي وأن أسمح لك بممارسة عقيدتك بدون تضييق. هذا هو الاحترام الذي يجب. هل لنا أن نعرف أنت مسلم أم لا سيد نجيب لو سمحت؟ أنا بالنسبة لي أنا أصلا بالنسبة لي أعتبر الدين شأن فردي وشأن خاص. لأنك أنت تتحدث، أنت تركب موجة الأقليات وأنت مسلم تريد أن تبث نعرة ثانية كما يقول البعض. أنا أدافع بمنطق حقوقي وليس بمنطق ديني. طب سيدي، لماذا لا تمارس هذه القناعة في بيتك حتى تحترم غالبية الشعب المغربي في الشارع؟ لأن الشارع في غالبه محافظ والكل يصوم. هناك نسبة 86% كما تقول إحصائية أجنبية. ممكن أجيب؟ تفضل. شكرا لك. أنا أقول عندما أقول الحق في الإفطار علنا فأنا أقصد المطاعم وأقصد المقاهي وأقصد أماكن الأكل. ليس هناك شخص يأكل في الشارع حتى في الأيام العادية. هذه مغالطات من طرف الحركة الأصولية ومن طرف المحافظين الذين يناهضون كل أشكال الحريات. أنا بالنسبة لي، لماذا المسلم السني في تركيا لا يتضايق من المطاعم المفتوحة؟ لماذا المسلم في تونس لا يتضايق من المطاعم المفتوحة؟ لماذا المسلم في مصر لا يتضايق من المطاعم المفتوحة؟ لماذا يعني أنا لا أفهم، هل المسلم المغربي هو مسلم خاص؟ أنا أرى أن المشكل هو مرتبط بتقاليد وعادات أكثر ما مرتبط بدين، أكثر ما مرتبط بممارسة عقيدة معينة. المغاربة يقدسون رمضان أكثر من الصلاة، لماذا لا يتحدثون عن الذي لا يصلي؟ في أيام الجمعة وفي صلاة الجمعة تجد أغلب المقاهي المغربية مملوءة أثناء الصلاة ولا أحد يتحدث عن هؤلاء. ولكن عقيدة الصيام لدى المغاربة تشكل، أنا أراها أنها يعني هناك نوع من القدسية الاجتماعية طب لماذا أنت ومن معك ملكيون أكثر من الملك كما يقول؟ لماذا لا تتركون هذه الدعوات للأقلية التي تتحدث عنها وتركب موجتها؟ لماذا أنت مسلم ولا تريد أن تصوم وتريد أن تجبر الآخرين على أن يسمحوا بهذه العادة؟ سيدي الكريم، أنا بالنسبة لي عندما أطرح حق ممارسة العقيدة فأنا أدافع عن حقوق الأغلبية وعن حقوق الأقلية. عندما يتم منع متحجبة من العمل أدافع عنها لأن من حقها أن تشتغل. عندما يتم منع متنقبة مثلا من ولوج الجامعة سأدافع عنها. ونفس الشيء عندما يتم منع مغربي غير معتقد في عقيدة الصيام سأدافع عنه، لأنني أنطلق من منطلق الدفاع عن الحريات الفردية بشكل عام، يعني عن حرية ممارسة المعتقد، ولا أنطلق من منطق ديني. أنا لست داعية وأنا لن أغير في عقيدة الصيام ولا أفتي. أنا أحترم المجتمع المغربي الغالبية المسلمة. يعني بالنسبة لي المسألة العقيدة يعني لا أناقشها بشكل كلي، أنا أناقش ممارسة الحرية. ممارسة الحرية هي يجب أن تضمن للأقلية وللأغلبية. يعني لا يمكن أن يكون مجتمع يعني فقط الغالبية التي يسمح لها بممارسة حريتها في العقيدة والأقلية نضطهدها بدعوى أنها تستفزنا. هذه قمة العنصرية وقمة الفاشية يا صديقي. يعني أنت ترى على كل حال فيها فاشية. لماذا إذن السلطات المغربية لم تتعاطى مع دعوتك بإيجابية؟ يعني أن السلطات المغربية سلطات فاشية بهذا المعنى؟
أنا لم أقل أن السلطات المغربية أنا هكذا أفهم من كلامك. العقلية المتسلطة في المجتمع هي عقلية ذات بعد، ذات فكر شمولي أحادي، يعني ذات فكر إطلاقي لا تؤمن بالتعدد والاختلاف. بخصوص السلطة المغربية، السنة الماضية عندما دعونا إلى عملية الإفطار الرمزي بعيدا عن الناس، لأننا نحن دعونا إلى إفطار رمزي في الغابة بعيدا عن الناس لكي لا يكون هناك صدام مع المجتمع، لأننا أصلا نحن لا نسعى إلى الصدام مع المجتمع ولا نسعى أيضا إلى خرق القانون بشكل يعني أو بآخر. نحن نرافع عبر التدوين، عبر المواقع الاجتماعية، عبر النقاش العمومي من أجل تغيير هذا القانون الذي نعتبره قانون مجحف في حقنا وفي حق الأقليات وفي حق الحرية بشكل عام وفي حق حتى الدستور المغربي. المادة السادسة من الدستور المغربي تنص على احترام ممارسة العقيدة، كما أن المغرب وقع على المعاهدات الدولية يعني التي وقع على المغرب كلها تتضمن هذا. وبهذا نحن نطالب فقط من المغرب أن يحترم ما وقع عليه وما هو موجود في الدستور. وحتى أن هذا القانون الفصل 222 هو قانون وضعته فرنسا. طب سيد يعني نجيب، أنا الفرنسية التي وضعت هذا القانون وليس المغرب. على كل حال أنا لا أدري، أريد أن أكرر هذا السؤال لأنه أنت يبدو أنك لديك جرأة في طرح هذه المطالب، ولكن ليس لديك جرأة في كشف ما هو دينك. يعني لماذا أنت تخفي أكنت مسلم أم غير مسلم؟ ما هو الداعي في هذا بالضبط؟ هل لنا أن نعرف؟ سيدي الكريم، أنا أرى أن مسألة الدين مسألة فردية خاصة لا يمكن لأحد أن يتدخل. يعني فردية، ولكن في هذه الجزئية سيدي، في هذه الجزئية الصيام يهم المسلمين. إذا أنت مسلم حبيبي اسمعني، إذا أنت مسلم هناك حكم المجاهرة بالإفطار، وهذا حتى يعني وفق الشيوخ يقول حتى لا تجبره حتى الكفارة المغلظة. سيدي الكريم، أنا لا أقول بأن المسلم يجب عليه أن يفطر رمضان. أنا أقول أن من لا يؤمن بعقيدة الصيام له الحق في إفطار رمضان في مكان خاص. يا سيدي ما معنى عقيدة الصيام؟ هذه ركن من الإسلام، إذا أنت مسلم وأخليت بهذا الركن تعاقب. يعني هذا يعني أنت تعيش في مجتمع يا حبيبي في معظمه عربي مسلم. أنا أعيش بمجتمع تحكمه دولة مدنية وليس دولة دينية. أولا أنا أعيش بمجتمع يعني فيه البارات والديسكوتيكات وفيه الفنادق وفيه الخمور في محلات التجارية. يعني المجتمع المغربي لا يحكمه التشريع الديني، المجتمع المغربي يحكمه التشريع المدني، وهناك تشريع ديني طبعا على مستويات معينة، على مستوى قانون الأسرة. يعني فقط على مستوى قانون الأسرة تجد التشريع الديني. في القانون الجنائي المغربي هو قانون كله يحكمه القانون المدني وليس القانون الديني. أنا أتكلم من منطق الدولة المدنية وليس من منطق الدولة الدينية. الدولة الدينية هذا منطق آخر، يعني يمكن أن نتحدث عن السعودية أو إيران أو دولة طالبان، هذا شيء آخر ليس هو المغرب. على كل حال بكلمة واحدة سيد نجيب شوقي، ما هو مستقبل هذه الدعوة برأيك في مجتمع محافظ مثل المجتمع المغربي؟ اولا نحن حققنا ما نصبو اليه، هو فتح نقاش عمومي حول الظاهره. نحن نسعى الى تكريس ثقافه الاختلاف والتعدد في المجتمع. نسعى الى تغيير عقليه اطلاقيه تهيمن على الناس، ان يعتبروك انك عربي مسلم. هذه مغالطه. في المغرب ليس هناك فقط عربي ومسلم، في المغرب هناك اقليات متعدده وهويه المغاربه متعدده، امازيغيه، عربيه، افريقيه. يعني في التاريخ المغربي متجذرة هذه الهوية. ما يقال وما يشاع حول المغرب أنه عربي مسلم هذه مجرد مغالطة. على كل حال الأمازيغ أكثر حرصا منك على الالتزام بالأمور الدينية. يعني هذا لعب على بعض المفردات كما يرى البعض سيد نجيب شوقي. لم أقل أن الأمازيغ ليس مسلمين. نعم، يعني لأنك أردت أن تضرب على هذه الوتيرة التي يضرب عليها. لا، أنت قلت عربي، ما علاقة عربي بمسلم؟ هناك عرب مسيحيين. يعني لا حبيبي، عربي الثقافة وليست عرق. ليس هناك دماء اسمها دماء عربية. الثقافة، يتحدث الأمازيغ عربية أكثر مني فهو عربي بالتالي. يا سيدي هناك ناس لا تتحدث العربية بالمغرب، هناك ناس أمازيغ، هذه شيء عادي. ولكن أنا لا ألعب هنا على الأقلية. أنا لا أقول كل الأمازيغ ليس مسلمين، هذا غير صحيح. أنا قلت أن المغرب هويته ليست فقط هوية عربية، المغرب هويته متعددة. يعني أنا لا أفهم يعني لماذا تحاول أن تجعل من المغرب هو السعودية أو الكويت. يعني هذه مغالطة. على كل حال أعطينا لك الفرصة سيد نجيب شوقي، مدون ومؤسس مجموعة مغاربة من أجل المجاهرة بالإفطار في رمضان، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. على كل حال أنا أتحدث ربما هنا لا أنوب عن أحد، الباب مفتوح الآن لمن يريد أن يعلق في موضوعنا الليلة.
نبدأ بأبو هاني من الأردن. مساء الخير. ايوه اخوي. أهلا بك أبو هاني. الله يسعدك. أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا اخ صالح، قسما بالله العظيم انه كنا في الجيش العربي الاردني، معانا مسيحيين يصوموا ويتسحروا معانا، يصوموا معانا طول صيام رمضان، مسيحيين. هذول الناس اللي بهذا الشكل هذا وغيره وغيراته في الامم العربيه صهاينه كثيرين، هذا منهم بيقبض دولارات